السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى نعمل عشاء خفيف كده وسريع عشان انا الصراحة مستعجلة جدا عليه. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. معايا طاسة كده سخنتها على النار، حطيت الزيت معايا كده سخن. هنزل بالبصل، معايا بطاطس هنا بتتسلق وههرسها وهوريكم انا هعمل فيها ايه. جوزي بيحب الاكله دي جدا بقى عشان انا مستعجله، فلازم ايه نعمل اكل بسرعه. احلى حاجه في الاكله دي ان هي ما بتاخدش وقت خالص. بعد ما البصله دبلت معايا كده هنزل بالطماطم، هنزل بقى بالتوابل بتاعتنا. حبه شطه صغيره، الشطه دي اختياري، عايزه تحطيها حطيها، مش عايزه تحطيها براحتك. حبه كمون مش كتير برضو، يعني كل حاجه مثلا حوالي ربع معلقه صغيره. الشكشوكه ما بتحتاجش توابل كتير. فلفل اسمر 7 بهارات بس كده، مش هحط لها اي توابل تاني. هسيب بقى القوطه ان هي تستوي كويس جدا عشان انزل عليها بالبيض. اول كده ما الطماطم استوت معايا هي والبصل هنزل عليهم بقى بالبيض. انا لسه ما حطيتش الملح، انا بس نزلت بالتوابل على الطماطم والبصل. انا مغطيه عليها كمان الملح. هخلي البيض يستوي معايا الاول كده. بقى البيض استوى معايا، ننزل بشويه ملح لكن مش كتير، الشكشوكه ما بتحبش الملح الكتير. وبكده دي استوت معايا. تعالوا نعمل مع بعض البطاطس بقى. البطاطس دي بالنسبه لي هي ده اختراع، جوزي بيحبها جدا جدا وبعملها له على طول بالطريقه دي. معايا طاسه احط فيها شويه زيت لان انا ما حطيتش حاجه خالص على البطاطس. هنا البطاطس استلقت معايا وهرستها بس ما حطيتلهاش اي حاجه غير وهي بتتسلق شويه ملح صغيرين. هحط شويه زيت بالشكل ده كده. بعد ما الزيت سخن كده شويه هنزل ب3 فصوص ثوم مهروسين ناعم بالشكل ده. هخليهم ياخدوا اللون الذهبي اللي هو الاصفر الحلو ده. اول ما يبتدوا ان هما ياخدوا اللون ده، مع قرنين فلفل حراق مقطعهم صغير هنزل على الثوم كده، وهنزل عليهم بطماطمايه صغيره. التوابل اللي هحطها على الطماطم دي فلفل اسمر وكمون على حسب بقى ما بتحب التوابل ايه، كتيره ولا مظبوطه. هنحط معلقه شطه صغيره زياده عشان هو بيحبها حراقه اكتر. الشطه دي حراقه جدا. هنزل بشويه ملح. انا دي بعملها ساعه الاكل بس ما بعملهاش بكميه كبيره، على قد الاكل مثلا او الوجبه اللي احنا هناكلها بروح عاملاها ايه، عامله الاكله دي. بعد ما بقت متسبكه كده هنزل بقى بالبطاطس عليها. مش هعملها كلها، انا بعمل بس على قد طبق. فعلا البطاطس دي اختراع. بعد ما بقت كده هنزل عليها بقى بالخضره. كده البطاطس بتاعتي بقت جاهزه. هطفي عليها بقى، هحمر بقى شويه بطاطس. وعقبال ما البطاطس تتحمر تعالوا نعمل حاجه تانية. في بوله كده هنزل عليها بطماطمتين متقطعين صغير، حبه زيت. معلش التليفون ما كانش بيصور. نزلنا برضو بجبنه قديمه هننزل عليها بالطحينه. هنقلبها بقى بالشكل ده كده. هخلص بقى بقيه الاكل وارجع لكم بالشكل النهائي. كده ده الشكل النهائي بتاعنا. لو عجبكم متنسوش تعملوا لي لايك وشير وكومنت جميل، واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.